ولكن الاخبار كلها بتقول ان مارسيل كولر رافض تأييد علي معلول في قائمة النادي الاهلي في يناير، علشان خاطر هو اتكلم معاهم وقال يا جماعه انا متكلم في موضوع علي معلول، هو خلاص كبر في السن، خلاص انتوا كنتوا متفقين معايا ان هو حتى من قبل اصابته ان ده اخر السيزون بتاعه معايا، انا مش محتاجه، تمام، انا عندي بداله يحيى عطية الله، فانا ممكن اوفر مكانه، اجيب اجنبي، اجيب وينج ممكن يحل محل علي معلول في قائمة الأجانب. ولكن كابتن محمود الخطيب متمسك ببقاء علي معلول في النادي الأهلي. كابتن محمد رمضان عنده علم برغبة كولر وعنده علم برغبة كابتن محمود الخطيب، ولكن كابتن محمد رمضان أبلغ علي معلول بعدم اقتناع مارسيل كولر، خصوصا انت لسه راجع من إصابة بعدتك فترة كبيرة، فانت لسه قدامك تأهيل، لسه قدامك فترة عمال ما تتأهل، فانا بالتالي مش هستفاد منك الاستفادة القصوى بتاعت علي معلول في الفترة الحالية. فانت ممكن يا اما انت خلاص ده اخر سيزون اساسا معانا، يعني احنا كنا جددنا لك سنه بس تقديرا